نحن أعلنا عن أضراب تضامنا مع الشباب اللي أضربوا بالسجون اللي عند PAD حزب الاتحاد الديمقراطي، ونحن مستمرين بالإضراب لحتى يفرجوا عنهم. شكرا. أنا في حالة إضراب عن الطعام تضامنا مع معتقلين الذين اعتقلوا تعسفا في سجون حزب الاتحاد الديمقراطي PAD. أضربنا عن الطعام لنقول للعالم أجمع وللشعب الكردي في سوريا بشكل خاص أننا خرجنا في الثورة السورية لاسترداد حريتنا وكرامتنا المهدورة على مدى 50 عاما. لن نقبل بعودة الاستبداد بلون كردي، فإذا الشعب الكردي أراد هذا الاستبداد فنحن نفضل الموت على عودة الاستبداد بزي كردي. ما هو الهدف من إضرابكم؟ هل تودون إرسال رسالة إلى منظمات معينة أو أشخاص معينين؟ نعم، نريد إرسال هذه الرسالة إلى منظمات حقوق الإنسان في العالم وإلى الشعب الكردي بأن الاستبداد هو استبداد، لا فرق بين عربي وكردي، فالاستبداد هو استبداد، ونريد الإفراج عن معتقلين لأنهم كانوا مناضلين وناشطين في هذا الحراك الثوري. أضربت عن الطعام احتجاجا على اعتقال زملائنا في عامودة وعلى الطريقة الهمجية والغير قانونية التي قاموا باعتقالهم بها. أضربنا عن الطعام، وهذا هو اليوم الخامس على التوالي، وما يزال رفاقنا الناشطين السياسيين في سجون البيادة. وأريد أن أقول أنه لا يهمني متى وأين سأموت، بل يهمني أن يملأ صوت الثوار العالم وهم يهتفون بالحرية، وأريد لهم الحرية. أضربنا عن الطعام تضامنا مع أخوتنا في سجون حزب الاتحاد الديمقراطي ولاتو سربست وديرسم، تضامنا معهم وحتى الإفراج عنهم سوف نضرب عن الطعام. الإضراب اللي نحن أعلنا عنه قبل 5 أيام كان تضامنا مع رفاقنا المضربين عن الطعام، كمان المعتقلين لدى سجون الأسايش حزب التابعين لحزب الاتحاد الديمقراطي PAD، ونحن راح نستمر بإضرابنا حتى يطلقوا سراحهم. وكمان بنأكد كما أكثر من مرة إنه رسالتنا هي رسالتين: رسالة ثانية رفض الظلم والاستبداد وأي محاولة أخرى، أي تصرف آخر من هيك نوع من قبل أي قوة مسلحة تحاول تفرض سيطرتها على مدينتنا. رأيك الإضرابات عن الطعام أو الاعتصامات السلمية رح تجيب فايدة لإطلاق سراحهم؟ والله لحد الآن اللي مبين يعني المؤشرات، حسب المؤشرات يعني إنه أبدا ما في فايدة. يعني لهلا صارنا 5 أيام ولا شخصية ولا أحد من قبل مجلس الشعب الغربي كردستان أو أي منظمة تابعة لها اجت لتحاول تحل الأزمة. يعني الهلال الأحمر الكردي على بعد 20 متر منا لحد الآن ما جاء ليفحص حالتنا، ليطلع على حالتنا كحالة إنسانية على الأقل، مع أنه الهلال الأحمر الكردي على أساس كمنظمة إنسانية، ولكن للأسف يبدو أن السياسة دخلت في كل شيء. الأهداف العامة لإضرابكم؟ الأهداف العامة، الهدف الرئيسي هو إطلاق سراح المعتقلين. الهدف الثاني رفض الظلم كما قلنا، وفي لافتة يمكن إذا شفتوها لا هي كرامة عمودة فوق كل اعتبار، يعني رد الكرامة لنا. وفي رسالة ثالثة كمان لأي شخص، أي مجموعة، أي قوة تحاول أن تفرض سيطرتها وتعيد 40 سنة ما شفناها، 40 سنة من ظلم بشار الأسد واستبداد نظام البعث الشوفيني. إنه في بعمودة على الأقل، في بعمودة هالمجموعة على الأقل كمان رح نقول هالمجموعة، إذا ما رح نحكي عن كل هالعمودة، هالمجموعة رح ترفض ظلمكم، رح ترفض أي محاولة للهيمنة والسيطرة والاستبداد بمدينتنا. نحن أضربنا عن الطعام تندم ممارسات قوات الأسايش التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي وتسلطها على مدينة عمودة والممارسات التعسفية بحق النشطاء الكرد في المدينة، والتضامن مع أخوتنا في السجون. أضربت عن طعام تضامنا مع أخوتي في سجون البيادة. أنا مضرب عن طعام من أجل أخوتي في سجون البيادة. أضربنا عن الطعام تضامنا مع أخوانا في الحراك الشبابي في مدينة عمودة، كل من ساس سربس نجاري وولاة العمري ودرسم عمر، ونحن نرفض هذا الشكل من الأشكال الاعتقال التعسفي الغير قانوني
الذي يخدم أجندات لا نعرف مدى إلى أي مدى هذه الأجندات تخدم من ولصالح من، والشارع الكردي لا يتحمل المزيد من هذا الاحتقان. ونتمنى من حزب الاتحاد الديمقراطي الإفراج الفوري عن معتقلين وتغيير سياستهم الهمجية التعسفية تجاه شعبهم الكردي. أضربنا عن الطعام للتنديد بأعمال بيادي في اعتقال الشباب النشطاء بشكل همجي وغير شرعي، ولن نفك هذا الاعتصام إلا بإطلاق سراح النشطاء المسجونين لدى بيادي. أضربنا عن الطعام بسبب همجية الأسايش في مدينة عامودة، تضامن مع رفقائنا وأخوتنا في سجون الحزب الكردي، الحزب الاتحاد الديمقراطي بيادة، ونناشد أضربنا عن الطعام تضامنا مع المعتقلين في سجون حزب الاتحاد الديمقراطي بيادي لإيصال رسالة إلى العالم بأن ثورتنا هي سلمية. سنقوم بجميع النشاطات السلمية والمدنية للإفراج عن هؤلاء المعتقلين لإيصال الرسالة إلى المنظمات الحقوقية والمنظمات الدولية وإلى الرأي الكردي والعالمي بأن أهدافنا هي مشروعة في إطلاق سراح هؤلاء، لأنهم نشطاء وليست لهم أي نشاطات أخرى غير النشاط الثوري. بدنا المعتقلين، بدنا المعتقلين، بدنا المعتقلين، بدنا المعتقلين.